تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. والهدم المقصود هنا ليس هدم المباني بل هدم الدماء، أي إن طلبتم دما بدم طلبته معكم، وإن هدمتموه أي عفوتم عنه هدمته وعفوت عنه. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فجمع الله به الأوس والخزرج فأصبحوا كيانا واحدا، وعقد لهم حلفا جديدا مع اليهود، حلف دفاع مشترك عن المدينة وكل على دينه. ثم عقد بنفسه صلى الله عليه وسلم حلفا مع ضمرة الكنانية، حلف موادعة: لا تغزونا ولا نغزوكم، ولا تعينوا علينا ولا نعين عليكم. وكان لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حلفا مع قبيلتين من خزاعة ممن لم يتحبش مع الأحابيش، مع بني كعب وبني أسلم. وكان هذا الحلف ساري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نص الحلف يلزم كعب وأسلم أن ينصروا عبد المطلب وذريته من بعده، فالنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية عبد المطلب. وقد جاءوا النبي بكتاب جده عبد المطلب يذكرونه بالحلف القديم، فلما قرأوه عليه قال: ما أعرفني بحلفكم هذا وأنتم على ما أنتم عليه من الحلف. أما بخصوص أشجع الغطفانية فإنه لما كان يوم الخندق قطعت أشجع حبلها وسارت مع الأحزاب وهي كارهة، ثم خافت أن تؤخذ بذنبها، فوفدت بعد الخندق مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، قربت دارنا منك، وليس في قومنا أقل عددا منا، فضقنا بحربك لقرب دارنا منك، وذقنا بحرب قومنا لقلتنا فيهم، فجئنا لنوادعك. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ووادعهم، أي عقد معهم حبل أمان، ثم أنهم وفدوا مرة أخرى وأسلموا.